شوفي يا بنت الناس، هكلمك بالقلب والاحساس. البشره عندك مش مظبوطه وعاوز حاجه تلمعها وتخليها بيضه ونضاره عاليه، بس انت قد الكلام اللي انا هقوله دلوقتي، وحاجه بجد مضمونه جدا جدا جدا، بمكون واحد وطريقه واحده في البيت. مكون واحد هخلي وشك ده عندك كميه نضاره تقولي تسلم ايدك يا بركات، تسلم ايدك. هتروح عند العطار، هتجيبي زيت اسمه زيت الليمون، زيت الليمون تمام، من عند العطار، زيت الليمون. هتحطيه على بشرتك، تمام، هتحطيه كده على بشرتك لمده بالظبط نص ساعه. لسه في طريقه تانية. نص ساعه. بعد ما تحطيه نص ساعه، تمام، تغسلي وشك بميه دافيه. بعد كده هتجيبي طبق كبير يشيل وشك، طبق تزقطي فيه وشك. الطبق ده هتحط فيه مكعبات تلج وميه، مكعبات تلج وميه، بحيث يبقى ساقع جدا جدا جدا، وتسقطي فيه وشك 3 مرات، 3 مرات ورا بعض. بس كده كده انا عملت ايه؟ نضاره عاليه، البشره مشدوده، البشره ابيضت، وكمان لو في هالات سمراء او في كلف او نمش، البشره بقت فاتحه جدا جدا، وكمان كل ده راح واتعالج واتظبط. قومي اعمليها بسرعه.